الاتحاد السعودي كيتحرك بقوة في الميركاتو الصيفي، وهاد المرة حط عينيه على لاعب كبير ومعروف جال أوروبا، الإسباني داني سيبايوس، نجم خط وسط ريال مدريد. هاد الصفقة جاية بطلب خاص من المدرب الفرنسي لوران بلان، اللي باغي يقوي الوسط ديال الفريق ويعطيه حلول هجومية ودفاعية في الموسم الجديد. المصادر الصحفية قالت باللي إدارة الريال ما عندهاش مشكل تبيع اللاعب، رغم أن الثمن اللي كانوا كيطالبوا به قبل هو 15 مليون يورو، مبلغ بزاف ديال الفرق ما بغاوش يخلصوه، وحتى ريال بيتيس اللي كان مهتم ما دخلش بقوة في المفاوضات. الاتحاد باغي يستغل هاد النقطة باش يجيب اللاعب ثمن أقل ويحقق صفقة قويرة تخلي الجمهور يفرح. وماشي هذه أول صفقة في هاد الصيف، الاتحاد سبق وتعاقد مع ثلاثي محلي، محمد العبسي، أحمد الجليدان ومحمد برناوي، باش يعزز الكتيبة ديالو ويكون واجد للتحديات اللي جاية. الفريق عنده اختبار مهم في القادم، حيث غادي يواجه النصر غدا في النصف النهائي ديال كأس السوبر السعودي، مقابلة اللي غادي تكون فرصة باش نعرفوا واش الاتحاد غادي يكون جاهز فعلا للموسم ولا باقي خاصو يطور. إذن السؤال اللي كيبقى مطروح، واش غادي نشوفوا داني سيبايوس بقميص الاتحاد قريبا ولا غادي تبقى غير إشاعات؟ كتب لي رأيك في التعليقات وبارطاجي الفيديو مع صحابك، وما تنساش دير لايك وتشترك في القناة باش يوصلك الجديد ديال أخبار الكرة والانتقالات. فاشا كار.